البشمركة تدخل سوريا من الحدود العراقية الرسمية على مرأى ومسمع العالم. وهل هذا من دون علم وموافقة الدولة العراقية؟ وليش دخلت؟ هل لحتى تقاتل الشعب السوري ممثل بالحكومة السورية المعترف فيها دوليا وعالميا؟ الكل عم يحكي عن حشود الجيش العراقي على الحدود العراقية السورية، والكل عيونه على كل شبر هناك. ليش الكل عم يتفرج على حدود العراق مع سوريا وبنفس الوقت في بوابات مفتوحة عم يمر منها السلاح والرجال؟ عم قول البشمركة وكأنه الوضع طبيعي، بينما أخوتنا العراقيين والجيش العراقي عم يسهروا الليالي ويحرسوا الحدود ليمنعوا أي أذى يوصل من وإلى سوريا. في جهة ثانية عم تلعب بالبيضة والحجر. المفروض الدولة العراقية تدير حدودها على كيفها مو على كيف غيرها. كيف بتسمحوا لقوات البشمركة تمر بالسلاح والعتاد لداخل الأراضي السورية؟ هذا مو بس خرق، هذا تدخل صارخ واحتلال علني. يا جماعة القصة مو قصة مرور وبس، القصة انه السلاح والبشمركة فايتين يدعموا قوات الPKK الإرهابية لقتال الجيش السوري الرسمي. يعني بهاي الحالة عم ينضرب استقرار بلد كامل. السؤال اللي بيطرح نفسه واللي عنده جواب يخبرنا بالتعليقات، هل هذا الشيء اللي عم يصير بعلم الحكومة العراقية ولا لا؟ إذا إيه فالمصيبة أكبر بكثير مما نتخيل، وإذا لا فمين اللي عم يحكم العراق فعليا؟ نحن ما عم نحكي عن سياسة، عم نحكي عن سيادة. كيف بتطالبوا بضبط الحدود وبنفس الوقت بوابات العراق من جهة كردستان صارت أوتوستراد لدعم الإرهابيين بسوريا؟ هي اللعبة صارت مكشوفة والشعب السوري مو غافل، والدم اللي عم يسيل بهذا السلاح رح يضل برقبة كل واحد سكت عن هذا الخرق. الحقيقة بتوجع بس لازم تنقال. انتو شو رأيكم اخوتنا العراقيين؟ هل كردستان فعلا خارج سلطة العراق ولا هي أدوار متوزعة؟ طبعا احترامي لإخوتنا العراقيين وشركائنا بالأوطان اخوتنا الكرد، إن كان بالعراق ولا بسوريا. شاركوني بالتعليقات ولا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يصلكم كل شيء جديد. خلص الحكي.